الدلالة اللي لقوا جسمها بدون أحشاء قدام شط اسكندرية اللي قدامكم في الصورة دي اسمها زينب، واتقتلت بطريقة مرعبة جدا. هو ده بعد ما جسمها اتشال منه القلب والأمعاء، وانتشر الخبر في جرايد مصرية قديمة تحديدا سنة 1932. قبل ما ابدأ لكم في الحكاية ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل حكاية غامضة. الحكاية بدأت تحديدا يوم 1/12 عام 1931، والكلام ده كان في الساعة 6 الصبح تحديدا لما نزل رئيس الصيادين واللي كان اسمه الشيخ الشامي، وتحديدا في منطقة الأنفوشي، وده علشان كان كالعادة بيطمن على حركة السير المراكب بتاعة الصيد. وهو ماشي بالصدفة البحتة شاف عمي شامي زحمة كبيرة جدا على الشط، ومن هنا بدأ يسأل هو يا ترى في ايه. ولما قرب منهم شاف اللي مش متوقع لأي حد، لأنه شاف جثة ست مرمية وجسمها متقطع بالكامل وبطنها ما فيهاش أحشاء. وبسرعة عمي شامي بعت عصبي للقسم يبلغ عن الحادثة. بعدها جه البوليس ونقل الجثة للمشرحة علشان تتشرح، ولما تقرير الطب طلع باين انها مضروبة في البطن اكتر من 3 طعنات وطعنتين كمان في الرقبة، وان امعائها بالكامل والقلب كمان ملهمش اي اثر. ورئيس النيابة ساعتها واللي كان اسمه حسن الشريف واللي اشتهر جدا في الوقت ده بالقضية دي حضر فريقه من المحققين علشان يحل اللغز. ومن هنا بعد بحث عن شخصية صاحبة الجثة اتضح ان اسمها زينب مرسي الدكرور، وعندها 24 سنة ومش متزوجة، ومعروف ان شغلها دلالة للستات، ومعروفة في اسكندرية كلها خصيصا في منطقة الأنفوشي. وانتقلت هي وابوها للزقازيق وده بعد وفاة والدتها، وبدأت تفكر انها تشتغل علشان تصرف على بيتها. وفعلا فكرت انها تتاجر في الملابس الحريمي، ونزلت تجيبها وتبيعها للستات في البيوت وتعلمهم كمان الدلع واللبس بالمرة لجوازتهم. وكان معروف عنها انها مبتسمة دايما ودلوعة وليها ضحكة بشوشة كده وليها ضحكة معينة، وكانت كل الستات بتحب تشتري منها وتتعامل معاها، وكانت كمان بتديهم النصايح وتتصاحب عليهم، وده علشان رزقها. بالرغم من كل ده زينب مشيها كان بطال مع الرجالة، وكانت بتخلص شغلها من هنا وتروح لأي خمارة علشان تسكر فيها وتخرج بعدها براجل، يا إما بقى تروح بيتها يا إما تروح بيته. وكان في بقال في الشارع اتجوزته 2 شهر وبعدها اتطلقت ومحدش عارف ليه السبب. ده كان من أول المشتبهين، فكان اسمه بيومي الدمياطي، واتجوز 2 مرتين قبل كده، وولاده عايشين معاه بس بيشرب بقى المخدرات وبيحشش طول الوقت لحد ما ضيع كل اللي حيلته. وفي الاخر اشتغل في محل بقالة اللي تحت بيته واشتبهوا فيه وبقى خيط في القضية. المشكلة بقى ان زينب لما قررت تسيبه فضحته بين كل الجيران انه عيني ضعيف جنسيا وان ولاده دول مش من صلبه اصلا. وبعدها راحت للبوليس وعملت محضر انه ما يتعرض لهاش، بس هو كان مستحلف بقى انه مش هيبعد عنها وانه مش هيسيبها في حالها غير لما يأذيها او يموتها. زينب صاحبة ست اسمها شفيقة إبراهيم، وعرفتها كل حاجة عنها، وكانت بتبيع لها الهدوم، وكانت دايما تحكي لها أسرارها وكل حاجة عنها، وعرفتها ازاي تشرب وتروح بيتها تسكر معاها لحد ما جوزها يرجع من الشغل في يوم من الأيام. وساعتها جوز شفيقة رجع لقاها سكرانة ومش في وعيها، خدها علشان يوصلها لشقتها، وفضلت تدلل عليه زينب وطلعته لشقتها. وفعلا حصل بينهم علاقة وبدأت تروح للبيت ومراته مش موجودة، وحصل بينهم علاقة 1 و2. علشان كده البوليس اشتبه فيه. اللي بعده كان طالب مشتبه فيه لما كانت زينب بتبيع لوالدته هدوم، وكان متفوق جدا في الجامعة، وكان بيبادلها دايما نظرات الحب والابتسامة، وكان دايما بعد ما تنزل من عنده ومن عند والدته كان يمشي وراها، وكان اسمه ساعتها نبيل. وفعلا اديت له ميعاد علشان يروح لها الشقة كتير، ودخلوا في علاقة عاطفية مع بعض. ومن هنا بدأ نبيل يطلب منها الجواز، بس هي طبعا كانت دايما بتستهزأ منه وشايفاه عيل صغير، وكانت دايما تقوله انت مفكرني زميلتك في الفصل ولا ايه. وكسرت قلبه لانه حبها لدرجة الجنون وساب الجامعة عشانها. ومن وقتها سافر القاهرة بسبب حالته النفسية السيئة ورفضها ليه، وبعدها رجع الاسكندرية مرة تانية، والوقت ده كان وقت وقوع الجريمة بتاعتها.
وده شكك رجال المباحث فعلا وحققوا معاه وقالوا له فين السكينة اللي قطعتها بيها يا نبيل؟ قال لهم مش فاهم حاجة وما قتلتش حد. وقال لهم ان زينب دايما وهي ماشيه في الشارع كانت بتتلفت وراها كانها خايفه من حاجه. وقال ان رجع تاني بظروفها اسكندريه علشان بس يشوفها ويطمن عليها من بعيد لبعيد. بعد ما خرجت من الخماره كالعاده وجابت راجل معاها، صحيت الصبح لقيت ان الراجل ده عسكري وكان لابس افارول، بس هي من هنا ما سكتتش، دي جابته وقلعته هدومه وفضحته في وسط الشارع لحد ما الاسم سمع بالخبر وطردوه وبقى متشرد وبيتبلطج على كل الناس. الراجل ده بقى كان اسمه شوقي، لكن دايما الراجل ده كان بيمر في خياله ان هي السبب وانها اللي وصلته لكل اللي فيه وضيعت مستقبله، وسلط عليها كمان ستات علشان تديها علقه سخنه في قلب الشارع، وكان دايما بيهددها انه هيخلص عليها. والبوليس ضغط على شوقي علشان يعترف ان هو اللي عملها ولا لا، وده بعد تحقيق دام اكتر من 10 ساعات. قال لهم ان اتدهورت بصحتي وبقيت شخص ملوش اي لازمه في الحياه، وان هي سبب في كل ده، وان كل يوم بشوفها بتضحك وطالعه من الخماره ومبسوطه بحس ان الدنيا ضاقت بيا وهموت من الخنقه والزعل. ففضلت اراقبها لحد ما الراجل اللي معاها مشيت وطلعت معاه البيت وخرجوا مع بعض تاني يوم علشان يروحوا البحر. ومن هنا بدأت راقبها في كل حتة علشان اموتها. ولقي ان الراجل ده خدها لمكان مهجور بعيد وبدأ يضرب فيها بالسكينة في كل حتة في جسمها وبكل غل وبكل حقد، وده بعد ما خدها على البحر في مكان شبه ما فيهوش اي حد. وبعد ما سابها الراجل ومشي، جه شوقي وكمل عليها وقطعها بالسكينة وشال قلبها بإيده وأمعائها بالكامل، وورى المباحث كمان الشنطة اللي لم فيها القلب والأمعاء، وإنه رمي القلب للكلاب، وإن ما يعرفش مين اللي بدأ بقتلها. بعدها عرفوا إن الراجل ده كان اسمه نبيل علشان جرحته وضيعته مستقبله وجمعته وحياته، وقبضت عليهم الشرطة الاتنين، وكل واحد فيهم خد سجن مؤبد لمدة 25 سنة. كان معاكم خلود عادل، تعليق صوتي وسكريبت. ما تنسوش اللايك والشير. سلام.